وهنا درنا البطاطا باش تسلق كيف ما كتشوفوا معايا. هنا عندنا يا لاله البصله وحده مقطعه شرائح، كل واحد يقطعها بالطريقه اللي بغا. عندي هنايا كركم او خرقوم، عندي زنجبيل سكنجبير، عندي بابريكا حلوه يعني تحميره حلوه، وعندي هنا بابريكا حاره يعني شطه، عندي هنا الملح، هنا عندي قزبر كيمشي مع الكفته بزاف، عندي هنايا قرفه وعندي هنا شويه تاع الكمون كما كتشوفوا. انا راه شاعله على البوطه بحال هكا، ونديرو زيت العود، اي زيت بغى يدير الواحد يدير، ممكن يدير حتى الزبده، داكشي اختياري كيرجع لكم. صافي نحركو الخليط ديالنا. نضيفو هنا شرائح ديال الثوم كما كتشوفوا، اللي بغى يمعسها. الثوم عاوتاني اختياري، هنا واحد شويه تاع الماء. المهم انا ما كنحددش معلقه ولا كاس ولا كاس لاروب، لان كل واحد على حسب الاسره ديالو شحال من عدد الافراد. انا غندير هذا كله تقريبا نص كاس، هذا حيت كاس صغير اصلا، يعني نص كاس ديال العلبه مثلا. صافي كيف ما كتشوفوا غادي نقص عليها ونغطيها باش ترخى شويه، من تما نضيف الكفته ان شاء الله الرحمن الرحيم. خليكم هنا كيف ما كتشوفوا معايا البصله عندنا يعني طرخات، ما بقاتش يعني شاده في راسها. غادي نضيفوا الكفته ما كتشوفوا معايا. المهم كل واحد كيف تنقول دائما كل واحد وقياس. هانتوما ونفتتوها بحال هكا. ديجا اصلا تفتتات ملي درت ليها الاقامه، انما مع الطياب كيخص واحد يبدا يحرك باش ما تطيبش شاده في راسها، يعني كتنفرتت. نضيفو ربيع او بقدونس، وهنا نحضر معكم لا بيشاميل. عندنا هنا قيمه نشعل البلطه، عندنا هنا قيمه 2 معالق كبار ديال الزبده. بيشاميل معروفه عالميا، يعني الكل كيعرف كيفاش كتعمل. من غير يلاه اول مره غيعملها غيبغي هادي شويه صعيبه، يعني غيخاف لما تصدقش ولا هذا. فممكن ديروا الزبده او ممكن ديروا الزيت اللي بغيتو، داكشي كيرجع لكم. هنا منين نسيحوا هاد الزبده غادي نضيفوا الدقيق. دابا غنضيفوا الدقيق، نحركو مزيان تيتغطى لينا الدقيق، ونخليوه يعني بحال نقولوا الدقيق يطيب، ما يبقاش خضر باش ما يضرش. كاين اللي كيدير القمح، كاين اللي كيدير الفينو، كل واحد كيف ما كيبغي البيشاميل ديالو. زدت معلقه واحده ديال الطحين ديال الدقيق ابيض باش تجيني هكا ماشي جاريه بزاف هذا الدقيق مع الزبده. المهم دابا 2 معالق كبار ديال الزبده عامرين مع 4 معالق ديال الدقيق. هنا كيف ما كتشوفوا معايا صافي نقولوا راه طابت. ناخذ الحليب ديالنا. الحليب على فكره درت معاه شويه نتاع الملحه والفلفل، يعني البزار، فلفل اسود ولا ابيض اللي متواجد عندكم. غادي نحركوه، حركت وخلطته مزيان، لكن نعاودو نتاكدوا.
نعليو شويه دابا النار ونبقاو مستمرين في التحراك. خاصناش نتوقفوا باش ما تعجنش لينا لا بيشاميل ديالنا. نتوما كيف ما كتشوفوا تقالت شويه، تقالت. المهم انا هكا كنبغيها خفيفه، متنبغيهاش تقيله بزاف. وباقا ملي غادي دير شويه تبرد شويه غادي تزيد تقال. المهم اللي بغاها تكون ثقيله يكثر من دقيق، يعني عوض 4 يدير 5 بحال هكا. واللي بغاها ومن بعد يخليها حتى تبرد وعاد يخدم بها، كتزيد كتقال. قد ما خليتيها تبرد قد ما كتزيد كتقال. هكا غادي نطفي على النار. هانتوما دابا نديرو شويه ديال البيشاميل هنا. هي الاولى كيف ما كتشوفوا معايا. نسرحوها ونزيدو واحد شوي هكا. قلت لكم راه تخليوها شويه تبرد كتزيد كتقل. صافي نسرحوا البطاطا ديالنا نستفوهم هنايا. وبعد ما درت الكفته درت البيشاميل. استسمح فيديو ما صورتش هذا باش كندير البيشاميل. المهم غير باش ما نطولش في الفيديو، خلاص ماشي على شي حاجه. صافي كنستفوا البطاطا اللي بقات لينا نحاولوا نوزعوها هنا. نتوما كما شفتوا صافي اخر وحده نحطوها هكا. صافي من تما نحاولوا نديروا واحد شويه ديال البيشاميل على فوق هاد البطاطا بحال ما هكا. بحال هكا صافي. هنا بعد ما غطيت البطاطا بالبيشاميل غادي نكمل هذا الفرماج اللي عندي كله نوزعوه هنا. صافي من بعد ما وزعنا الموتزاريلا غادي ندخلوها الفران وانا معكم في الشكل النهائي ان شاء الله الرحمن. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالنا. غنقسم باش تشوفوا الوسط، بلاتي نحيدها من الجناب. هادو نتوما كيف ما كتشوفوا الطبق ديالنا ما شاء الله تبارك الله. ماشي بطاطا شفتوها. الكفته ديالنا ها هي. فكنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. كيف ما قلت لكم
طبق خفيف ظريف، 3 مكونات: بيشاميل، بطاطا، كفته. وما تنسونيش من الاعجاب ديالكم، لي لايك وشير واشتراك. فاستودعكم الله والذي لا تضيع ودائعه، الى فيديو تاني ان شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.